ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل مكرونه بشاميل. هنعملها بطريقه سهله وسريعه كده. معايا ميه على النار بتغلي، هنحط فيها ملح. ومعايا مكرونه قلم، هنحط يعني معايا كيسين مكرونه. هنحطهم في الميه. وبعدين يعني هنسيبهم حوالي 10 دقايق كده، وبعد كده نطفي النار عليهم. مش هنغطي على المكرونه عشان ما تعجنش مننا. كده هنعمل البشاميل. معايا انا هعمل بشاميل النهارده، هعمله بزيت. معايا 4 معالق من الدقيق. عليهم 5 معالق من الزيت. بس، وهنقلب الدقيق في الزيت كده لحد ما يبقى لونه ذهبي فاتح. وبعد كده هنزل بلتر من اللبن. يعني الطريقه دي حلوه وسريعه كده للبشاميل. بس هنقلب بقى، يعني ايد بتقلب البشاميل وايد بتنزل اللبن. وهحط كبشتين من ميه المكرونه وهي بتغلي وهي بتتسلق يعني. المكرونه بتتسلق، هحط كبشتين كده منها. ملح وفلفل، وهنسيبها لحد ما يتقل شويه، بس مش هنسيبه يتقل قوي. وايدينا فيه برضو بنقلب عشان ما يكلكعش. يعني حطينا بقى ايه كبشتين من ميه سلق المكرونه، بتدي طعم حلو قوي. بس هيربط بقى شويه. وبعدين اطفي عليه النار. وابدا اعمل العصوج. بس مش هسيبه يتقل قوي عشان ما يبقاش ايه يعني. ما يبقاش تقيل يعني. يبقى كريمي كده وحلو يعني. احنا لما نسيبه يبرد شويه هتلاقوه تقل حبه كده. فهيبقى ايه مناسب يعني. هحط بقى معلقتين من الزيت، ومعايا بصلتين كبار مفرومين. ومعايا ربع كيلو من اللحمه المفرومه. كده انا كنت بوريكم المكرونه خلاص خلصت استوت، وهصفيها. هشطفها واصفيها يعني. بس. حطيت بقى معلقه من الملح على اللحمه المفرومه قبل ما تستوي. ليه؟ عشان ما تكلكعش. يعني معلقه الملح دي بتمتص السوائل شويه، فبتخلي اللحمه المفرومه ما تكلكعش. بس مش هتلاقوا فيها اي كلكعه. بس واحط شويه فلفل اسمر. وبس كده. المكرونه صفيناها، نحط شويه من البشاميل عليها كلها ونقلبها. ومعايا بايركس حلو كده، هنحط فيه شويه من البشاميل ونوزعهم فيه. وبعدين هبدأ احط بقى المكرونه بالطريقه العاديه بقى، واحط اللحمه. يعني احط نص المكرونه في الاول، وبعد كده اللحمه المفرومه. او اللحمه المعصجه بقى. بصوا مش هتلاقوا فيها اي كلكعه. عشان معلقه الملح اللي حطيناها اول ما نزلنا باللحمه يعني. اول ما نزلنا باللحمه حطينا معلقه ايه ملح. بس هحط شويه بقى من البشاميل وشويه جبنه موتزاريلا كده. عايزه اقول لكم طلعت تحفه وجوسي كده وحلوه قوي. حط بقيه المكرونه وبقيه البشاميل بقى من فوق والجبنه. ويبقى الموضوع خلص بكل سهوله. يعني البشاميل بالطريقه اللي عملتها دي حلوه قوي. بيبقى كريمي كده وحلو، مش مكلكع ولا حاجه. بس ناخد بالنا واحنا بننزل باللبن، يبقى ايد بتقلب البشاميل وايد بتنزل ايه اللبن. عشان ما يكلكعش. بصوا كريمي وتحفه ازاي. احط بقى رشه الموتزاريلا وادخلها على الرف اللي في النص على درجه حراره 200. يا دوب هي 10 دقايق بس، وهفتح عليها الشوايه لان المكرونه البشاميل مش عايز تقعد وقت كبير في الفرن. لان هي اصلا كل حاجاتها مستويه. لو قعدت كتير هتبقى ناشفه. فبصوا هي كده بقت حلوه ازاي بقى. بصوا الوش بتاعها ذهبي وحلو ازاي. يعني بس تحفه جوسي وتحفه قوي. جربوا بقى الطريقه دي بجد هتعجبكم قوي. وحاولوا ما تسيبوش المكرونه البشاميل كتير في الفرن. عشان ما تبقاش ناشفه لان كل الحاجه مستويه. فلو عايزينها جوسي وحلوه كده نسيبها سلام.